أهلا بيكم النهاردة في رحلتنا، رحلة حياة مع استشاري العلاقات الأسرية والزوجية حياة فهمي. النهاردة هحكي لكم حكاية بسمعها كتير في الاستشارات. حكاية رغم اختلاف الحكايات إلا إنها تعتبر كأنها حكاية واحدة، حتى لو كان اللي بيقولها لي أصغر من سن 20، تحت 20، فوق 20، فوق 30 أو 40، سواء اللي بيقولها لي ذكر أو أنثى. بعد ما بيحكوا الحكاية بلاقي إن السؤال واحد والحكاية واحدة: أنا ليه الناس بتعاملني كده؟ ليه أسلوبهم معايا جارح؟ ليه حاطيني في قالب معين مش راضيين يخرجوني منه رغم اني بعمل حاجات كتير حلوة؟ ليه مش شايفين مني غير الحاجة الوحشة وبس؟ ليه بتعامل المعاملة دي؟ رغم اختلاف بقى زي ما قلت لكم نوع السؤال، الا ان في الاخر بيبقى هو ده السؤال: ليه الناس بتعاملني كده؟ ليه الناس بتعاملني بالاسلوب ده؟ حضرتك لو فكرت كويس هتلاقي ان السبب الرئيسي في الامر ده هو حضرتك، هو انت اللي سببت لنفسك في ان الناس يعاملوك بالطريقه دي. طيب حد يقول لي انا، طب ازاي؟ يعني انا بقول لهم اشتموني؟ يعني انا بقول لهم هنوني؟ انا بقول لهم انتقدوني؟ ايوه انت ممكن تكون بتقول، بس مش بالشكل المباشر الدايركت ده، لا. انت ممكن تكون بتقول لهم عن طريق انك انت اللي بتنتقد نفسك. يبقى اول حاجه انت بتعملها انك بتنتقد نفسك وتفصح عن هذا النقد قدام الاخرين. فالاخر يعمل ايه؟ الاخر هو كمان ينتقدك. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتفتح حدودك للي قدامك، فبدأ هو كمان ينتقدك. عارفين الحدود دي يعني ايه؟ يعني سياج، سور انت بنيه المفروض قدام نفسك. السور ده بيحميك من تجاوز الآخرين عليك. طيب اما انت تهد السور ده وتقول للآخر تعالى ادخل، تعالى اتفضل، تعالى انتقدني على راحتك، يبقى بعد كده بنوصل في وقت من الأوقات إن احنا نبقى فكاهة القعدة. القلش كله عليا أنا، الانتقاد واي كلمه بايخه بتبقى على الشخص اللي هو فتح حدوده للاخرين، وبالتالي بتيجي انت وتقول انا زعلان، هما ليه بيعملوني كده؟ اظن انت كده وصل لك اول حاجه في علاج مشكلتك، انك عرفت معانا النهارده ان هما ليه بيعملوك كده. بيعملوك كده لانك فتحت حدودك، انتقدت نفسك، ساعدتهم ان هما ينتقدوك، وبالتالي خلاص المشكله كانت بدايتها عندك، وعلى فكرة نهايتها وحلها برضو عندك. زي ما سبتهم ينتقدوك، لازم هتبدأ من دلوقتي ترفض نقدهم ليك، ترفض تهكمهم عليك. هترفض ازاي؟ هترفض بشكل مباشر: الكلمة الفلانية دي بتأذيني، من فضلك ما تقولهاليش، اللفظ ده ضايقني، الوصف ده مش لايق عليا، انا مش مرحب بالكلمة اللي انت قلتها دي عليا. يبقى انت بتعبر. يبقى رقم واحد انك فهمت ان انت السبب، رقم اتنين ان انت بتعبر وبتقول لا، بترفض اللي قدامك هيبدأ ياخد باله. اصل خد بالك ان اللي قدامك ده لما قالك الكلمة اللي كانت جرحتك في الوقت ده، هي كانت زمان مش بتجرحك، كنت متقبلها واخدها بهزار واخدها بحب واخدها بلطافة، لكن بعد كده الكلمة دي بدأت تجرحك، وعلشان كده انت بدأت تعمل ايه؟ بدأت بدأت تزعل لما تتقال. فعلشان كده بقول لك لما توصل انك تحس ان الكلمة دي جرحتك وضايقتك وان الكلمة دي ما تليقش بيك، تعبر وتقول الكلمة دي مش بحبها، الكلمة دي أزعجتني. هقول لكم حكاية لطيفة حصلت مع ابني وهو صغير. كنت دايما أحب أدلعه أقول له كده إيه، مش نظام دلع يعني، نظام إن أنا إيه لو عامل حاجة غلط بدل ما أقول كلمة غلط فأقول له إيه، يا موزة، يا موزة. لغاية ما كبر وإحنا خلاص بقى نسينا الكلمة دي خلاص، إن شاء الله يعني هو كبر. فمرة مرات افتكرتها وأقول له إيه، يا موزة. راح لقيته بيقول لي ماما لو سمحتي ما تقوليش الكلمة دي، أنا خلاص كبرت مش حاببها. تعرفوا أنا فرحت بطريقته، فرحت إن هو بيبني حدوده، انبسطت بيه، وسعدت جدا إن هو ما شاء الله أدرك في عمر صغير إن هو بدأ يدرك إن هو ليه حدود، إن في حاجة زعلته فعبر وقال، وبالتالي أنا توقفت عن إن أنا أقولها. رغم إن كنا بنقولها زمان كنا يضحك وينبسط وكلمة عادية. يبقى الكلمة بيبقى لكل كلمة ولكل حاجة ولها وقتها، ليها وقتها. ممكن أنا أكون في وقت من الأوقات لما قلتها هو فرح بيها، وقت أوقات تانية لما قلتها زعل منها. فأنا المفروض
عليا ان انا اتبع اللي قدامي، ما زعلوش، ما اجيش عليه، ما ضايقوش. واللي قدامي المفروض هو كمان يعبر عن نفسه لما يحس ان هو زعلان من حاجه او حاجه ضايقته او اثرت فيه، يرفضها. يبقى ده النهارده كانت رحلتنا مع الكلام السيء او النقد اللي احنا بنتعرض له من الاخرين. يبقى احنا النهارده في رحلتنا، في رحله حياه، فهمنا ان احنا لينا حدود، وحدودنا دي لا نسمح لاي حد ان هو يخترقها، وما نسمحش حتى لنفسنا ان احنا ننتقد نفسنا. يبقى لا هسمح لحد ينتقدني، ولا هسمح لنفسي انها تنتقد نفسي، وهبني حدودي، وبالتالي انا بعلي من صحتي النفسيه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله كل يوم هنقدم معلومه جميله وجديده للارتقاء، وان احنا نعلي من حالتنا النفسيه والمزاجيه، ونعلي من صحتنا النفسيه، وبالتالي نعلي من روحنا المعنويه دايما كلنا. وفي الحالة دي أنا هوصل لأحسن حاجة في مراحل الصحة النفسية. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، أضاف لكم شيء جديد. أتمنى أكون أفدتكم النهاردة في رحلتنا، وكنت معكم استشارة العلاقات الأسرية والزوجية حياة فهم. دمتم بخير وسعادة.